عملت لكم بقى النهارده احسن صينيه في قلبك تاكلها كده وانت مستمنخ كده. يعني هي الصينيه دي مش بتنزل في معدتي، لا بتنزل في قلبي. دي الصينيه اللي ما بتاخدش اصلا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. بصوا بقى شكل الاكل كده يشي. تعالوا بقى اقول لكم احنا عملنا الاكل ده ازاي. ما خدتش معانا وقت ولا اي مجهود ولا اي حاجه. كده دخلت على المطبخ، كنت لسه جايه من تحت. دخلت على المطبخ كده لميت بس حبه المواعين اللي في المطبخ كده عشان نروق الحته حوالينا ونعمل الاكل على مزاج. طبعا كل يوم بقول لكم ان انا بنزل في الوقت ده ليه، لان بيبقى عند ابني عنده درس في الميعاد ده يعني. فبقى دخلت كده طبعا على المطبخ. لميت كده الدنيا حواليا، بيبقى في حبه مواعين صغيرين كده مكان مفطرنا مثلا قبل ما ننزل الكلام ده. بس فقلت بقى اغسلهم قبل ما ابدا اي حاجه، لان انتوا عارفين انا ما بعرفش ابدا في المطبخ غير لما اخلص كل اللي حواليا فيه وكده. نصلي على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بجد وحشني قوي 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 قوي. يا رب كده الفيديو يعجبكم وعايزاكم بجد يعني تصحصحوا كده في اللايكات والكومنتات بقى، تحطوا لي كومنتات حلوه كده من قلبكم، لان كلامكم بيوصل القلب يعني. المهم بقى خلصت كده حبه المواعين، ما خدوش معايا اي وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. نلم كده نغسل الازازتين مكان ما شربنا. طبق مثلا فاضي كان في حاجه وخلصت وكده الكلام دوت. صبن بس كده الحوض عشان خاطر لما نعمل الاكل نعمله على نظافه، ما يبقاش فيه مثلا حاجه في الحوض ولا كده. طبعا الحوض ده بيتغسل 500 ألف مرة في الثانية. بس طبعا كلنا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا برضو بنفضي الشنطة اللي هي بتاعت ايه يا ابني اتخمد بقى اتخمد. بفضي العلب كده اللي هو واخدها معاه الشغل وكده، برضو عشان تبقى على نظافه كده الصبح، ان وانا بجهز له الاكل وكده احط له الاكل على نظافه. هنا بقى كنت جايبه اجنحه فراخ. غسلتها كده. سيبها له هنا واطلع، سيبها هنا واطلع. بس بقى كانت بس مجمده كده، كانت في الفريزر كانت مجمده كده. قلت بس اشطفها تحت الحوض كده، ولو فيها اي زيادات فيها اي حاجه انضفها على السريع مش تاخد معايا وقت. وحطيت عليها بقى ملح كده وحطيت عليها ليمون، وشلت اي زياده فيها كده، اللي هي الحته اللي بتبقى زياده في الجناح من قدام دي شلتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حطيت عليها بقى كده الملح ولفتها بالملح، ونزلت عليها برضو بليمونتين كده عصرهم، وسبت القشر كده فيها عقبال بقى ما اكمل الحاجه اللي انا عايزه اعملها، وبعد كده نرجع لها تاني. نطلع بقى كده بصلتين لزوم الاكل كده، نقشرهم كده وننضف حاجتنا على الحوض اول باول كده، علشان خاطر مش نقف في المطبخ كتير. الحاجه اللي عايزين نعملها بسرعه، وهي بصراحه اكله يعني ما بتاخدش وقت ولا اي مجهود ولا اي حاجه. انا اول مره اصلا اعملها بالاجنحه، اول مره اشتري اجنحه اصلا. كنت رايحه اجيب فراخ من عند الفراخ وكده، وكان الجو متاخر وما لقيتش اصلا. قال لي ما فيش غير هو طبق الاجنحه دوت وبانيه. قلت له لا مش عايزه بانيه. المهم جبت الطبق دوت كده، وبصراحه كانت زي العسل وطعمها كان زي العسل. جربوها مش هتندموا بجد. هنا بقى حطيت طماطم، وحطيت فلفل، وحطيت بصل، وحطيت كمون مرقه دجاج وفلفل اسود وكمون وكزبره وملح وعصرة
ليمونة كده واضربهم بقى في الخلاط، وانزل على الأجنحة دي بيهم، واسيبها بقى شوية في التتبيلة دي عقبال ما اجهز صينية البطاطس. الحاجة بتاعتها يعني تكون هي ايه شربت من التتبيلة بتاعتها شوية. هنا بقى كان باقي البصلتين اللي انا هستعملهم في صينية البطاطس. نطلع عليهم بقى ايه البطاطس، الكام بطاطسية دول نقشرهم كده، مش هياخدوا وقت ولا اي حاجة في ايدينا، الاكل ما بياخدش وقت، بس ايه ندخل كده نعمله بحب عشان يطلع حلو. اما ندخل بقى مش طايقين نفسنا وبنعمل حاجة غصب عننا وبتاع، يبقى قلتها احسن. هتلاقي الاكل ملهوش اي طعم ولا ليه اي اصلا نفس ولا اي حاجة، وتلاقي نفسك مش ليه طعم ان هو. طب اقعد سكت. قشرنا كده بقى البطاطسيتين، يبقوا هما 3 بطاطسيات كده ايه كانوا كبار، هما كفاية علينا عشان خاطر ايه الاكل برضو الجو صيف والواحد ما بياكلش قد كده، فعشان خاطر الاكل ما يتبقاش ويبقى كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قطعنا كده ايه بقى البصلتين، هما كانوا 3 بصلات كده متوسطين، ونحط عليهم ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وبابريكا ومكعب مرق الدجاج، ونعملهم بقى كده بايدينا ايه اللي هو نكمرهم كده. البصلايه بتطلع كل السوائل اللي فيها وبتطلع كل الطعم اللي فيها. ماشي روحوا العبوا سوا يعني. قطع بقى كده البطاطسيتين، وقطعت قرنين فلفل برضو وبس، وكده خلاص الاكله بتاعتنا خلصت وما خدتش معانا اي وقت ولا اي مجهود. وننزل عليهم برضو كنت ضاربه طماطميتين كده مع هما طماطميتين بس مع دول بقى ايه رحت لفاهم كده معاها، ورصيت كده على الوش كده الاجنحه، ونزلت بقى بالتتبيله اللي هي كانت في قلب الاجنحه كده على الوش، وندخلها الفرن مع حبه زيت كده على الوش، وخلاص على كده. ندخلها بس الفرن كده وخلاص، ونقف بقى نعمل نحمر الشعريه. حطينا حبه زيت وحطينا عليهم كميه الشعريه اللي احنا عايزينها، نحمرها كده شقلب واقلب لحد ما تتحمر وتبقى لونها ذهبي كده حلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ننزل عليها كده بكميه الرز، نقلبها كده تقلبتين لحد ما نسمع صوت الايه الطشطشه، طشطش كده نعرف ان هي ايه نحط بقى معلقه ملح، ونحط عليها كميه الميه المناسبه وبس، ونغطي عليها بقى الحله لحد ما تشرب، وبعد كده خلاص. هنا بقى جبت حاجة السلطة، نعمل طبقين سلطة كده لان الاكلة دي ما تعديش من غير سلطة. الكابوتشا دي بصي في قلبك كده، انا بحب اكلها طول ما انا واقفة كده اكل فيها كده. بقى بدأت ان انا اقطع كده في الكابوتشا، بقطعها كده رفيعة خالص علشان خاطر ايه ما تبقاش تخينة ما نعرفش ناكلها، لا بتبقى رفيعة خالص كده بتبقى يعني ايه شرايح كده زي الشعرية كده، بتبقى طعمها حلو واسمع ان هي مفيدة يعني. قطع كده بقى خيارتين وطماطميتين وقرنين فلفل كده، ونعصر عليهم ليمونتين، والاكل يعني اكل بسيط وبيفتح النفس اللي هو بقول لك العين بتاكل قبل البق، فاحنا لازم نظبط اكلنا كده ونظبط حاجتنا، وربنا يعيننا على كل حاجة ان شاء الله، ويعيننا على بيتنا، ما احنا اصلا في بيتنا علشان خاطر نقدر ان احنا نوفق الاكل لعيالنا، ونشوف عيالنا بياكلوا ايه ونعمله لهم وكده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نكمل كده بقى طبعا سيبكم من صوت العياط والبهدله اللي بره ديت، بيقطعوا بعض هما الاتنين بره. الفيديو دوت منقوط طلعت فيه بقى بصراحه افض المدعكه اللي كانت بره دي. خلصت كده بقى طبق ورجعت السلطه لكم تاني. وبقول لكم طبعا ما بياخدش كده معانا بقى الوقت في المطبخ بصراحه، طبق غير هو السلطه ما عشان خدش معانا خاطر وقت. العيال كل حواليا، حاجه بخاف كده ان حاجه ما تقع بتاخدش عليهم وقت والله، الكلام بس انت دوت، تدخلي وتحت المطبخ كده رجلي بحب. هو ببقى كل اللي خايفه بقى بياخد ان هم معايا وقت في حاجه تقع اصلا عليهم في شغل وكده، البيت فببقى ان متوتره انا معايا عيال وافضل ان انا صغيره. اطلع فيازا كده. اما الاكل والله ما بياخدش وقت ولا اي مجهود، هو عيبه بس الجو حر مش اكتر من كده. ندخل كده مطبخنا بحب وكده، واحنا نخلص اكلنا ويبقى اكلنا زي العسل وبس كده. خلصنا بقى طبق السلطه، نحط عليه برضو البهارات بتاعته، حبه ملح كده وحبه كمون وحبه كزبره، ونبقى خلصناه. نروح نحطه بس في التلاجة كده شويه عقبال بقى ما الاكل يستوي. قلت بقى اروق الرخامه كده حواليا علشان خاطر حاساها مطربه وكده. قلت ايه صبنها كده حواليا وانا واقفه كده انا واقفه عقبال ما الاكل يخلص وكده. اخلصها حواليا كده لحد ما اخلص الاكل. حطيت بس طبق السلطه كده في التلاجة عشان خاطر يسقع، وامسح بقى الرخامه كده حواليا. في طبق مثلا في الحوض اغسله، كوبايه اغسلها، الكلام ده. وهنا كده كنت خلصت الاكل بقى. نطلع بقى صينيه البطاطس كده، نغرف الرز كده. كنت طلعت صينيه البطاطس هناك اهي، ونغرف بقى الاكل. كان الرز استوى والاكل استوى. بصوا اهو حواليا عاملين زي الكتاكيت. نغرف بقى طبقين رز كده وطبقين سلطه وطبقين بطاطس كده وخلاص. الرز مفلفل كده وزي العسل، يستاهل بقكم. بالهنا والشفا علينا، وجربوه. جربوا الاكل بطريقتي والله هيعجبكم قوي. انا بحطش بهارات كتير والافتكاسات الكتير بتاعت اليومين دول، لا انا مش بحطها. بحب الاكل كده يكون باين طعمه، مش البهارات هي اللي تكون باينه وكده. اسيبكم بقى في رعايه الله. متنسوش اللايك والكومنت الحلو منكم عشان بجد بيسعدني قوي. بصوا بقى صينيه البطاطس في قلبك كده زي العسل، اقسم بالله جربوها بنفس الطريقه. مش هتخسروا كتير. كده البطاطس كانت دايبه دوب كده. وحط بقى طبقين بطاطس كده عليهم كل واحد كام قطعه كده من الاجنحه، وخلص على كده. والله السيد ابني كان بياكلها بيقول لي يا ماما انا عايز الورك بتاعي، فاكرها وراك. ومش لازم نكلف الاكل يعني عشان يبقى حلو ولا كده. والله الاكل البسيط بياكل اكتر من الاكل المتكلف. متنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو منكم. واسيبكم في رعاية الله، وباي باي. كده خلاص اهو. هنحط بقى طبقين السلطة وخلاص. اكل في قلبك. ما تنسيش بقى الكومنت الحلو مني، الكومنت الحلو منك. واستنى ان انت تدعي لي دعوة حلوة في الكومنتات. باي باي.